السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. ما تنساوش تشتركوا في القناة ولايك الفيديو باش الفيديو يطلع. فعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما جديد وتعليقاتكم. اليوم غنشارك معكم السفة المدفونة باللحم، كتجي رائعة يا سلام. اول حاجة خديت واحد الكمية تاع البصل اللي حكيتها وشرائح تاع اللحم غير هبرة. بالنسبة للتوابل اللي غندير هما هادو الخرقوم، البصل، سكينجبير، آه، الملحة، زعفران شعرة، زعفران ديك ضامة الزعفران، كذلك قزبر يابس وزيت الزيتون، قرفة، واحد الربيطة تاع القزبر ومعدنوس. وغنديروا المكونات فوق عافية مهيلة غيطيبوا هاد اللحم كي تشوفوا غير الهبرة وشرائح يعني رقاقين دغيا غادي يطيبوا بلا ما. اليوم طريقتي في السفة المدفونة، السفة غير بتفويرة وحدة. ما يعني سريعة التحضير، ما غتاخد لكمش الوقت بزاف في التحضير. ضروري تبعوا معايا هاد الوصفة خطوة بخطوة. عندي هنايا شعرية الصفة اللي كتكون نوعية جيدة داري ولا الإتقان، المهم شعرية جيدة ما كنديرش إشهار لشي شركة. كنلبسها مزيان بالزيت، زيت نباتي بهاد الطريقة. في هاد الأثناء البرمة ديالي راه الماء كيغلي. بعد ما لبسناها مزيان غادي نديروها تفور تقريبا واحد لمدة تاع نصف ساعة. نصف ساعة يعني ما ديروش أقل من نص ساعة. بالنسبة للحم تاعنا راه بلا ما خليته كيطيب، سديت عليه درت الصفارة على نار مهيلة، ما غاديش نديرو الماء، غير هذيك البصلة طلق لينا الماء مزيان. غير تخليو العافية مهيلة. شوفوا هنايا راه بدا كيطلع الفار، وهنايا شوفوا راه اللحم بدا كيدخلو الطياب. غادي نضيف واحد الكمية تاع الزبيب. بالنسبة للكمية حبيباتي نتوما حسب عدد أفراد العائلة، ما نقدرش نحدد لكم. وضفت واحد نصف ساشي ديال الزهر. هنا من بعد ما طلع ليا الفار دازت واحد نص ساعة، غادي نخوي هذيك الشعرية تسفى في نفس الماء اللي كان كيغلي لتحت. كنخليها واحد 5 دقايق على نار مهيلة وكتغلي بحال كنسلقوها واحد 5 دقايق، وانا كنحرك. ما تغفلوش عليها وانتم كتحركوا. من بعد كنصفيها كنخليها تسقطر مزيان حتى كتسقطر من داك الماء. كنرش واحد رشيشة الملحة وكنحاول ندخلها. شوفوا ما شاء الله راه كتجي حبة حبة يعني مفرزة، ما معجنة ما والو. تفويرة وحدة وسلقتها. من بعد هذيك التفويرة واحد 5 دقايق صافي. هذه اخر حاجة غنديروها ليها ونخليوها ترتاح تيطيب لينا اللحم تاعنا. نقربوا نحطوا اولا ندريسيو السفة تاعنا، السفة المدفونة. عاد غادي نضيفوا ليها بعض الاضافات ديك الساعة، وغادي نطلعوا فيها الفورة غير باش تسخن فقط، اما الطياب راها طايبه. بالنسبه هنا رجعت اللحم تاعي كما كتشوفوا راه طاب، حتى داك الزبيب حتى هو طاب مزيان. هنا غادي نعزل اللحم، حيت غادي خصني نفرتو ما نخليش هكاك قطع باينين. كنزول هذاك القبيطه ديال القزبر والمعدنوس كذلك، وعلى نار مهيله نخليو هذيك المريقه تاعنا حتى كتعلك وتشرب كما كنديروا الضغميره تاع البسطيله. يعني خاصها تعلك لينا تولي ديك المريقه مدغمره. من بعد غادي نضيف واحد لمسه اللي هي مهمه بزاف. واخا درت عويدة القرفه كيعجبني انا المذاق تاع القرفه، تقدروا نتوما تستغناو عليها. بالنسبه للقرفه غادي نضيفها قرفه مطحونه. عاد غادي نضيفوا واحد الكمية تاع العسل، نتوما تحددوا الكمية حسب الذوق اللي بغيتو. كنأكد عليكم حبيباتي تجربوا هاد السفة، راه واخا ديروا هاد السفة يعني ماشي مدفونة بنفس الطريقة راه كتجي رائعة. غير هي منين تسقطر مزيان ترشوها شوية بالحليب. فاش كديروها غير سفة عادية ترشوها بالحليب وتخليها تشرب حتى تبغيو تحطوها وتسخنوها. هنا ضفت واحد الملعقتين تاع العسل وكنحرك. كنخلي هذيك المريقة ديالي تنسجم وداك العسل تا هو يطلق لينا في ديك التغميره. وكنطفي عليها. بالنسبه للسفه ديالي هنا صافي قربت نحطها. غادي نضيف السكر حسب الذوق، ما نقدرش نحدد لكم. ساشي ديال الفانيلا اولا الزهر، درت انا هنا الزهر وشويه تاع الزبده مذوبه. وغنحرك هاد المكونات كاملين، هذيك الشعريه تشرب ليا هاد المكونات صافي. وغادي نحطها تطلع فيها الفورة غير باش تسخن. اما الطياب راه كنأكد انها طايبه مفروزه كما قلت لكم حبه حبه. ما تنساوش تشاركوا حبيباتي في القناه، تشاركوا هذه الوصفه مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما يستافدوا من الوصفه. وحاولوا تفعلوا زر الجرس باش تستافدوا من اي وصفه نزلت يوصلكم اشعار. هنا صافي غادي نطلع فيها واحد الفوره غير باش تسخن باش نحطها. غادي ندوزو للمرحله المواليه اللي باقا هي تاع اللحم. بعد ما برد غادي نفتو. طبعا ما نخليش هكا قطع باينين.
بالنسبة لهاد السفة ديال اللحم راه حتى هي كتجي رائعة خاصةً باللحم بقري الهبرة. حنايا معروفة يعني الطبق الأساسي والمشهور والأصيل، الطبق المغربي هي السفة المدهونة كتكون بالدجاج، ولكن راه حتى باللحم كيديروها الناس زمان ما كانش معروفة، ولكن راه باللحم حتى هي كتجي رائعة جدًا. صافي هنايا من بعد ما الشعرية تاعي طلعت فيها الفار سخنات، هداك اللحم زدتو على هاديك المريقة أولا ديك التغميرة باش يسخن تا هو طلق فيه شوية الحلاوة والمذاق تاع القرفة. وهنا غادي نبدا ندريسي معاكم الصحن تاعي. دائمًا في قنواتي كنقول لكم التزيين حسب الذوق عفوًا حسب الرغبة وحسب المتوفر وحسب أهم ما تكلفوش على راسكم، يعني فن وإبداع شخصي. حتى في قناتي سفيرة الطبخ كنقول لكم هاد المعلومة. صافي كندير هاديك اللحم التغميرة تاع اللحم مع الزبيب، وهنا كنرش اللوز مطحون، وغادي ندير ما تبقى من الشعرية من الفوق، والتزيين واحد التزيين اللي هو بسيط، الجمال في البساطة كما كنقولوا. إيوا هنا كنكونوا حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو تقريبا، وهذا هو الطبق تاعنا، الطبق الأصيل المشهور عندنا كيجي صراحة يا سلام. مرة كنتشهى وكنديرها. زينت هنايا بالقرفة اللي هي ضرورية وشوية تاع اللوز اللي هكا مقلي. وإن شاء الله الوصفة تعلمتنا اللي عجبتكم. ما تنساوش اللايك الحبيباتي للفيديو لاستمرارية القناة، تشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، تعليقاتكم، فعلوا زر الجرس باش توصلكم ما هو جديد. وهذا هو الطبق تاعنا إن شاء الله يكون الطريقة تاعي في السفة تكون استفدتوا منها وعجبتكم الفكرة، وإن شاء الله تجربوها وتخليوا لي الآراء تاعكم في التعاليق. علاش لا. بسلامة.